أنا والدة محمد طالب في الصف الأول الإعدادي. أنا الولد بعد ما خلص الامتحان في آخر يوم واقف يستنى زمايله عشان على أساس هيروحوا يلعبوا شوية وكده، فلقى موتوسيكل وقف قدامه مرة واحدة. بيقول له فين طريق عين شمس؟ فالولد وصف له. فالولد كان بياكل توفي، فراح قايل له طب ممكن تديني واحده من اللي في ايدك ده؟ فراح الولد بيقول له اتفضل، راح مسك ايد الولد. فالولد يعني اتخض كده، فراح قال له في ايه بتعمل ايه يا اسطى؟ راح هو في اللحظه دي كان نزل وبيحاول يرفع الولد، يحاول بيركبه على الموتوسيكل بالعافيه. فالولد نشف رجله، ضمها قوي ونشف نفسه، عمال يحاول يرفع الولد بكل قوته لفوق مرتين كده على اساس ان هو يركبه ويزنقه بينه وبين زميله اللي بيسوق الموتوسيكل، ما عرفش. فراح نزله كده وراح شتمه وراح ركب الموتوسيكل وطلع يجري بيه هو وزميله. في اللحظه دي كان ابني قال يعني افتكر ان خلاص كده مشي وغاره، فيحط ايده في جيبه ما لقاش الموبايل. وهو المشكله مش في الموبايل، المشكله في الخوف بتاع احساس ان كان ممكن يتخطف، بس الحمد لله.